أهلاً بكم في قناة بيل نيوز، مصدركم الموثوق للأخبار العاجلة والتحليلات العميقة من حول العالم. نقدم لكم محتوى دقيق يثري معرفتكم. انضموا إلى مجتمعنا لتبقوا على اطلاع بآخر التطورات. اشتركوا في قناتنا وفعلوا الإشعارات. مع بيل نيوز أنتم في قلب الحدث. شكراً لمتابعتكم. في ليلة ساحرة على أرض ملعب أحمد بن علي بالدوحة، نسج منتخب الأردن حكاية لا تنسى في تاريخ بطولات كأس آسيا 2023، متفوقين ببراعة واستحقاق على منتخب كوريا الجنوبية في نصف النهائي. تحت سماء قطر الآسرة، تحولت المباراة إلى ملحمة كروية، حيث أظهر نشام الأردن فنونهم الكروية الرفيعة، مانحين درساً لا ينسى في فن ومهارة كرة القدم للمنتخب الكوري الجنوبي، محققين انتصاراً مستحقاً بنتيجة 2-0. منذ انطلاق الصافرة، أبدى الأردن سيطرته وعزمه، مهدداً مرمى الخصم بفرص عديدة، لكن الشباك اهتزت لأول مرة في الدقيقة 53 بفضل يزن النعيمات، الذي أودع الكرة الشباك بعد تمريرة ساحرة من موسى التعمري. ولم يمض وقت طويل حتى أضاف التعمري الهدف الثاني بتسديدة باهرة في الدقيقة 66، مضاعفاً الغلة ومعلناً تفوقاً نشاماً. على الجانب الآخر، واجه المنتخب الكوري رغم تألق نجومه صلابة دفاعية أردنية ومهارات هجومية لا تقاوم، فبدوا عاجزين عن مجاراة إيقاع الأردن القوي. وبهذا الفوز الباهر كتب المنتخب الأردني صفحة جديدة في تاريخه، متأهلاً إلى نهائي كأس آسيا لأول مرة، حيث ينتظر الفائز من مواجهة قطر وإيران في نزال نهائي مليء بالترقب والإثارة.